بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وثبت الله أجركم، وصح شربتكم وأفطاركم، ويجعلكم من صيامه حتى نهاية أيامه. وبعد، فاسمحوا لي في البداية أن أرد على هذا المسمى سازوكي ونيجة الداخلية سمير الطرهوني، اللي انتقل الآن من مسرح الوزارة الأولى للمسرح البلدي بقناة نسمة باش يكمل الجزء الثاني من مسرحية باجي قائد السبسي والنينجا. بالله يا سي سازوكي، المواطن يتساءل مش كيف الأخ الفاضل سمير الفرياني زوز ضباط سمون من وزارة الداخلية، وهنا يسأل علاش هو وقت تكلم توقف وانت ما توقفتش وقت تكلمت، ولا مش ممنوع عليكم باش تصرحوا حتى شيء للإعلام، ولا القانون يطبق على السي الفرياني وما يطبق عليك، واللي انت عطوك يعني ترخيص خاص معناها باش تفشي السر المهني، ولا على خاطر هو ما كشفش رموز الفساد وتسطر عليهم وانت كشفتهم وشديت الطرابلسية في المطار. صحيت يا بطل. يا سي سمير الطهوني، اسمعني يا ولدي، نقول لك كلمتين حطهم حلقة ما بين وذانك. تطلعش على سكاي نيوز، تطلعش على سي ان ان، راهو كلامك فارغ اللي تحكي فيه، وسيرتك الذاتية ومرتك اللي تخدم في برج المراقبة وأعمالك البطولية ما تفيدنا بحتى شيء، ولا يهمنا كما قلت لك من قبل، لا في 14 جانفي لا في 18 جانفي ولا 46 جانفي ولا في حتى طرابلسية. يا سي سازوكي، عاد تقول لنا على تجمش تقول لنا علاش تبارك الله معناها التدخل الناجع والسريع والعمل البطولي نتاعك، وكما تقول أنه كل الوحدات الخاصة كلها لبات نداء الواجب وتحت إمرتك وتصرفك، وليت تحكم كما صرحت. تقولش عليك رئيس دولة ولا يوقفك، لا ولا وقف قدامك لا محمد الغنوشي ولا الصرياطي ولا وزير الداخلية. علاش ما شدتش بن علي وليلى طرابلسي راس الأفعى؟ ولا ما عندكش بهم علم وقتاش مش يهربوا وانت وحدك قلت انك تعرف انه بن علي طاغي وفاسد؟ علاش ما وقفتهمش وقت انت كنت تقود عمليات غرفة العمليات تحت تصرفك؟ يعني انك ملم بالكبيرة والصغيرة، واي تحرك مهما كان نورمالمون انت اول واحد تكون في بالك به، ونحن عسكريين ونعرف ايش معناها قاعة العمليات. ولا غلطوك انت زادة؟ تنجمش تقول لنا وتقول للمواطن الكريم خليهم يعرفوك تبارك الله انت نينجا ما شاء الله، وطلعت بالتيجر بالتوني نوار وحط لنا الشعارات ومتعامل باراشوت وعامل شيت ليبر تبارك الله عليك. تنجمش تقول لهم علاش نقلوك من امن الرئيس وانت ما شاء الله كما قلت معناها سازوكي ونينجا وبطل تونس الكل؟ ولا حتى انت زاده رفضت تعليمات بن علي وطردك كما اللي يحكي هالزنديق وهالكذاب البلعوط اللي عمل لي فيها بطل اللي اسمه عبد الرحمن سوقير، اللي كان يعس على تجرف القصر وركب على الثوره ويحب يشد لي وزير الداخليه. هيا قول لنا عاد، قول لنا عاد علاش، ولا خويا ولا خليني انا نقول لهم علاش. عاد علاش ما حكيتش على الطيار اللي رفض باش يطير بجماعه طرابلسيه، ولا الناس الكل كيلا تفرجنا عليه لو 14 جانفي في التلفزيون، واللي ما حكاش عليه حتى واحد وتنساه، واللي هو من المفروض باش يكرموا الشعب اول واحد، واللي تحب تظهر مرتك في صورة نينجا ثانية وبطلة معاك. ان شاء الله عاد ما تطلع ليش وترد عليا سواء في الصحافة ولا في التلفزيون وتقول لي مرتك زادة هي في برج المراقبة عطات التعليمات لهالطيار هذا وقالت له ما تطيرش بالطيارة. شد لي كمشة مفرخة وشوية بنات ونساء كبار وحتى الخدام الفلبينيين حسبتهم على عائلة الطرابلسية، 30 من عائلات الطرابلسية. تراها قول لنا وينك يا بطل ويا سيل يقولوا لك النينجا في تونس وقت هربة السراق الكل. بالله يعني شكون تفشل ولا تستهبل فينا؟ مشيت للمطار وقلت لهم تعليمات من الفوق. اشنو من الفوق يا ولدي؟ يجزي بلا روايق، رانا عسكريين ورانا نخدموا في الامن وخدمنا في الامن، وكل عسكري وكل واحد يخدم في الامن ضابط يعرف شنو اسمه معنى حديشي. جاتك تعليمات من عند ربي، استغفر الله العلي العظيم، ربي قال لك امشي وتصرف تعليمات، والا ما شاء الله يعني غير على الوطن هكا معناه بدون ما شعور تصرفت وحدك. اش قال لك واش قلت لك وقت تقول من الفوق تجد عليهم؟ شكون اللي ما تجد عليهم؟ تو هذا منطق نتاع ضابط سامي داخل الاستاد ولا للمسرح قرطاج يا سيادك؟
ما أنا ظهر فيها حتى السيدة العقربي وقت هربت، قلت لهم في المطار عندي تعليمات من الفوق، يا والله أحواله يا والله روايقه يا والله مستواه، يا ولدي فيق واخطاك ويزيك من هالروايق. الشعب التونسي راهو فايق مش مغفل. والله خايف لا تطلع لنا بعد نهارين على قناة أخرى وتقول اللي أنت ومرتك وبنت عمك عملتوا الثورة وكهو. بجاه ربي مش لو كان مشيت عملت 4 سنين مسرح في المعهد الواطي لعلوم التمثيل مش كان خير لك؟ اللي تخرجوا منه جماعة الهشك بشك كما قال الأخ أدمن يوسف باتريوت، وعملت ستاج عند عمك النوري بوزيت، وبعد إجانا لكودا تو نحلوا لك حمام الحومة واعمل فيلم جديد. تي حتى أسلوبك في الكلام ما عندكش، وتقطع عليك نفس، وما لقيتش حتى كيفاش تجاوب للأسئلة نتاع الصحفيين. مش لو كان أجدر بيك أنك مشيت طلبت بإطلاق سراح زميلك ورئيسك الأخ الفاضل السيد سمير الفرياني وبقية شرفاء الأمن والحرس الوطني الموقوفين من أجل إعلاء كلمة الحق، كان لك أحسن. وهذا أبسط واجب كنت تقدر تقوم به. المفيد توا خلينا من واجب ولا مكش واجب. ايش تحب توا؟ ايش تحب نعملوا لك؟ وايش تحب توصل بكلامك هذا؟ وشنو هو المغزى يعني منه بعد 18؟ قل لنا شنو هو؟ ايش تحب بالضبط؟ باهي لا اله الا الله محمد رسول الله، يا ربي استغفر الله العلي العظيم. باهي وكذلك نحب نرد على المتسماش اللي اسمه سي هشام المدب، ولا ما يستاهلش باش الانسان يقول له سي. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، والكلام على الداخلية والكلام على لسان الأخ الزميل الفاضل فتحي العمدوني الضابط السابق بالاستعلامات بوزارة الداخلية. ما هي علاقتك بالمدير العام الأمن الوطني توفيق الدماسي؟ وما هي علاقة أختك هند المحامية اللي كانت محامية الله يرحمها وينعمها فعلها بتوفيق الدماسي المدير العام للأمن العمومي عفوا الآن؟ وعلاش بوك كان ضابط سامي بالجيش وبطلوه؟ وخوك سفيان علاش ريشيرشي من 2002 لتوا؟ تخليني عاد سيبوني عاد. أنا حلفت تو ما عادش نقول لك كلام زايد ويزيني وشرف ذيل وراجع لتونس. يزيونا عاد لا نقول وعد تو تنخرجوا كسفي وقرع في الشر الذيل. يطلع ويحل في جلغته ويقول الرحم على الشهداء من وزارة الداخلية، و300 شهيد اللي دمهم مشى سواقي يقول فيها بالسيف من عليه، تقولش عليه يدزوا فيه دزان باش يذكرهم. زعما هاني ذكرتهم صح عليك. ما تجيش في المؤتمر الصحفي ولا لسانك الا منقصهولك يا اشباه الرجال، لعنة الله عليك وان لم تستحي ما افعل ما شئت. وهاني راجع ل 26 اوت اجى تعرض لي في المطار وردها علي ان استطعت، انت والهمل متاعك. الشهداء هم شهداء سواء من الامن ولا من الحرس ولا من الجيش ولا من المواطن العادي. كلها الناس كلها كيلا ماتت. المبدا واحد هي للعزه والكرامه، والوطن وطن واحد. وهنا نحب نوضح للمواطنين الشرفاء انه ليس هناك سواء كان من الجيش أو من وزارة الداخلية فرقة أقوى من طلاع الوحدة المختصة للحرس الوطني ببير بوركبة، والتاريخ متاعها يشهد على ذلك، اللي كان يقودها العقيد محمد علي المحمودي أصيل معتمدية بوفيشة، واللي لليوم ما سمعتش مسؤول منهم طلع على التلفزة ولا في الجريدة ولا حتى في الراديون وقال حتى نحن نصف نينجا. إلا هذا سي سازوكي هالنينجا هذا في مقاومة الإرهاب بوشوشة. برا يا سيدي النينجا الله يرحم والديك، برا فلم على ولاد حومتك ويزينا. برا ربي يفضل لك الوالدة وزوجتك اللي تخدم في برج المراقبة، وبنت عمك اللي تخدم في المواني الجوية. سيبنا واخطانا. برا الله يرحم والديك ماناش ناقصينك توا. وحبيت نقول لك نسيت باش نقول لك كلمة قبل ما نقص كلامي. حتى الكوستيم حتى الكومبلي اللي لابسه اليوم مش خارج عليك. لا عندك لا مستوى لا عندك هيبة لا عندك واحد وكذا. ضابط سامي يحكم في بلاد كاملة يطلع ويقول نحن لا معروفين بالنينجا. برافو برافو يا نينجا من الروايق بارد. الناس ما قدش باش تكمل باش تكمل رمضان وباش تعيد وتدخل للمكتب وانت تقول لي 6 من 16. أيها الشرفاء شباب الثورة الكرام، إني أطلب منكم باسم الأمة التي أرضعتكم حليبها بأن تنضموا إلى المسيرة السلمية اللي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل المقرر يوم الاثنين إن شاء الله الجاي يوم 15 أوت
وإن شاء الله نتمنى باش تنقلوا بأعداد غفيرة، واللي مش تخرج من مقرها المركزي من ساحة محمد علي إن شاء الله. وإني أطلب من جميع الأحزاب باش يخليوا مشاكلهم وخلافاتهم السياسية جانبا، خاصة في الفترة هذه، لأن الوضع اللي نمر به توا حساس للغاية، ويتطلب باش نكونوا كالبنيان المرصوص، ويكون شعارنا واحد ومبادئنا واحدة، على أن تكون مسيرة سلمية وحضارية بأتم معنى الكلمة، مسيرة سلمية تكون عنا الورود في ديننا، باش ما نخلوش حتى عميل ولا حتى واحد من هالكلاب يلقى سبب باش يفرقنا واللي يشتتنا، ويكون شعارنا شعار واحد، شعار الوفاء لشهداء الثورة ودفاعا عن مبادئها. وأتمنى من الجميع وأتمنى من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفنانين والرياضيين في جميع تراب الجمهورية الانضمام إلى هذه المسيرة. ومطالبنا واضحة، الشعب يريد إسقاط النظام، لأن النظام الغاشم لم يسقط بعد، ولمحاسبة رموز النظام السابق وكل من تورط معهم بدون استثناء. وهذا راه طلبنا، وطلبنا نحن اخوان الاخيان معنا في الجاليات التونسية المقيمة بالخارج. واني اطلب من شرفاء الاتحاد العام التونسي بان يعملوا على اسقاط ونزع هذا العميل الفاسد اللي اسمه سيجراد في اقرب فرصة. واعلموا ان إرادة الشعوب اكبر من الطغاة. وهنا نحب نمرر ونعطي معلومة مهمة للزوالي البسيط اللي يفكر ان الحكومة الحالية مش تقف معاها ومش توكلهم الفطاير بالعسل ومش تشري لهم الكراسات والطبالي لصغيراتهم في دخول المكتب. راهو برا دبروا على ارواحكم من توا، لا فما لا عسل النحله ولا سمن ولا حتى عسل مغشوش بالسكر. راهو ارتفاع، راهو المعلومه كما قلت لكم، انا نوصل لكم المعلومه، نوصل لكم كما تجيني، ومعلومه راهي صحيحه من النبع من المكان المعين، بحكم أنا علاقتي كنت نشتغل مع الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية. راهي الاتحاد الأوروبي ما عطاش فلوس لتونس، والأسباب واضحة. ايش قال لك؟ ايش قلت لك؟ لا فما لا ديمقراطية ولا حكومة شرعية ولا إرهاب كيما حكوا لهم وكذبوا عليهم. وحتى طريقة الفلوس اللي خلى هنا بن علي واختي ليلى قاعدة الحكومة العار تمول بها في الأحزاب التجمعية ووزارة الداخلية، والطريف اللي عنده وزارة الداخلية تنفق فيها وتشري في الناس وتقلب فيهم على الثورة، وتشري في جماعة من اللي زادمين على الفيسبوك. إخواني الأعزاء، أيها المواطن الكريم، أني ننصحكم في سبيل الله باش تشوفوا حل أرواحكم في هذا العيد ودخول المكتب. وفي هذا الصدد أتقدم باسمي وباسم الشعب إلى السيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للمياه باش يعاونونا ويعاونوا الزوالي، خاصة في هذه الفترة بالذات، عيد ودخول مكتب، وحالتنا يعلم بها ربي كان اللي خلقنا، وحتى نتجنب أعمال السلب والنهب أو الوصول بالبلاد إلى ما يحمد عقباه. وذلك نطلب منكم الفضل، والله يرحم والديكم، باش تعاونونا في عدم بإعفائنا من استخلاص فاتورة الماء والكهرباء الجاية، من حل الفاتورة الجاية. يرحم والديكم، عاونونا، اعطيونا 3 شهور بلاش. وهذه معناها اللفتة، وهذا كرم منكم، ونحن ما نشكوش معناها في كرمكم ولا معناها في رجوليتكم، ولا ما نشكوش في حمكم للبطن وللزوالي ولثورتنا. فنحن منكم وإليكم، وأرجو أن يحظى مطلبي هذا باهتمام السلطات المعنية. أخواني الأعزاء، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا عودة للمنازل ولا عودة دراسية ولا هم يحزنون، ولا فاتورة ماء ولا فاتورة ضوء قبل إسقاط الحكومة الحالية، والأفراج عن كل الشرفاء الرأي وشرفاء الحرية والحق، وعلى رأسهم الأخ الفاضل الزميل سمير فرياني وأتباعه من الضباط السمون من الحرس والأمن الوطني اللي مازالوا موقوفين التوى، واللي نحبهم يعيدوا إن شاء الله بحول الله العيد هذايا في ديارهم ويفرحوا صغيراتهم في الشهر الفضيل وفي العيد الفضيل. واعلموا أن الحرية والكرامة لا تستجدي من أحد، لا من السبسي ولا من حكومة سيلم بزة، بل تنزع غصبا إذا لزم الأمر. وأن إرادة الشعوب أكبر من الطغاة، ولا يقدر لا حكومة الظل ولا حكومة العار ولا حد يقدر يوقف قدامنا ما دمنا على حق. وإلى الأمام، فإما حياة وإما فلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش تونس حرة مستقلة، عاش الشرفاء، رحم الله الشهداء ورحم الله والدي
الحرية لشرفاء الرأي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.